واضح منكم في القرآن أورثنا الأرض لبني إسرائيل مما صبروا، صح ولا لا؟ أعطيني الآية الكريمة هذه، تفضل. هي سورة البقرة. أعطيني وأورثنا أورثنا الأرض لبني إسرائيل، تفضل أعطيني آية وأورثنا الأرض قرآنية. لبني إسرائيل. خذ وقتك، خذ وقتك، تكذب على ديننا يا حبيبي أنت لا تعرف القرآن، أنا أقرأ جدا القرآن. أنت تعرف، درسني قرآن، أعطيني قرآن آية تقول أنه أورثنا الأرض لبني إسرائيل، يلا تفضل. فأورثنا الأرض لبني إسرائيل مما صبروا فقل لموسى ادخل بين وين هذه الآية خويا؟ هذه شلون زكروط هذه دارها ولا أنت راك تروح؟ ربما هذا ما هي مشكلة، أنا ما ندخل القرآن لكن مشاكل كثيرة في القرآن يا حبيبي. الله سبحانه عز وجل في مسائل التوريث، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والله سبحانه عز وجل لما أورث الأرض للمؤمنين الذين آمنوا بالله سبحانه عز وجل، ماشي الذين قتلوا الأنبياء. نحن نحب سيدنا موسى وهو أخ من إخوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ونحن في إيماننا الإيمان بالله وملائكته وكتبه وأيضا بالأنبياء، ولا نفرق بين أحد من رسله. نحن لا نفرق بين الأنبياء. هل تؤمن أنت برسالة سيدنا محمد؟ لا. ولماذا تحتج بالقرآن الكريم حينما لا تؤمن بنبوة سيدنا محمد؟ الرسالة شيء، القرآن شيء آخر. لا، القرآن أتى به سيدنا محمد. إذا أقريت بالقرآن كدستور وكدليل تريد أن تحتج به، إذا أنت تقر بنبوة سيدنا محمد. لا ما مفهوم، ما في مفهوم هاك، ما عليك. شفت باللي انتم تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، لأنكم مجرمين تنتقون ما تريدون مما يساعدكم في تبييض صورتكم وإعطاء بعض الدلائل. هل هذا عدل عندك حينما أحتج لك بكتابك بينما أنا لا أؤمن به الذي أتى بالكتاب؟ هل تراه عدل؟ لا أروع. أين العدل؟ أين العدل؟ تقول أنت متناقض، أنت إنسان مفلس، لا تجد لنفسك لا تاريخ ولا تجد لنفسك عز، أنت إنسان دليل. حتى أنتم في كتبكم وفي بعض الطوائف الموجودة عندكم تقولون أنكم لكم عداء مع الصهيونية ومع ما يفعله نتنياهو. هل أنت مع هذه الطوائف؟ نعم عندنا مشاكل داخلية، من ينكر هذا؟ لا ننكر هذا، ولكن قوتنا قوتنا نحن نتحد على كلمة واحدة وهي إسرائيل. هي الأرض. صدقني. نعم. تفضل كمل هذه الكلمة. يا حبيبي احنا لا نحارب شخص أو نحارب، نحن حاربنا لكن لا نحارب بالسيوف. احنا لا نحارب حاليا بالسيوف أول شيء. احنا موجودين. أنا اشتغلت على فرقة 8200، أنت تعرفها؟ أنا أعرفها 8200. أنا اشتغلت عليها. أنا كنت بكل الدول، كنت بالجزائر. إذا أنت تقر أنك كنت في فرقة هي 8200، هذه الفرقة التي توجد بعض يوجد فيها مغاربة، يوجد فيها جزائريين، أكيد موجود. نحن نتبرأ من كل شخص جزائري تعامل معكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أو في سرية أو يواليكم، نتبرأ منه وننزع منه الجنسية الجزائرية ونقول له بصوت واحد: فو عليك أيها الجبان أيها الحقير، ولو عرفنا من هو وأتى في أيدينا والله الذي لا إله إلا الله سوف يقتله نعال نسائنا قبل أن يصل إلى أيدينا. فنحن لا نخون مثل الدول الخليجية، فهمتوا؟ لا نحن لنا وعد من عند النبي عليه الصلاة والسلام أننا سوف نقاتلكم في زمن معين، وبإذن الله نعد أولادنا عدة جميلة ونشربهم حليب أمهاتنا بحقده عليكم. يا ابن العم والله شهامتك وقوتك، أنا أحب الشهامة قوة للحق. أنا لا أحب المنافق. لا أستغفرك لكي أعجبك. لا أمنيتي أن أفجر نفسي في مليار يهودي. يعني أنت تتكلم باسم جزائري؟ باسم كل شهداء الجزائر، وتفضل دير وش حبك. لا والله لا يفعل شيء، هذه محبة. خلاص ما تقدر دير والو، لأني جزائري. أنا عندي ديني وعندي وطني، شيء آخر لا يهمني، وعندي تاريخي المجيد، هذا تاريخ أجدادي. نحن لا نولي الأدبار، نحن نواجهكم من الاخر، وماشي مواجهه. انتم ما راكمش اهل للمواجهه. اقسم بالله لو كان هنالك رجال فقط موجودين في الدول الخليجيه وسمحوا لنا مثل ما قال عبد المجيد تبون، والله الذي لا اله الا الله لكنت الان تشتغل عندي في اسطبلي، او ربما انكحك لي كلبي. نعم. وأتقبلها منك يا أبير. أنا وعدك تفرض عليك. نعم أنا وعدك وأوعد نجوم الأرض والسماء. أنا كشخص أنا موجود حاليا في الجزائر،